وملهاش يعني مستحيل ان الجلد لوحده يرجع يروح منه الستريتش ماركس، لا يعني اللي خلاص، حصل له ستريتش ماركس ما بيرجعوش لوحده. لازم يتعالج لانه خلاص الخليه دي بقت شبه ميته، فمش واصل لها اي غذاء خالص. طيب العلاج بقى ايه دلوقتي؟ العلاج بقى جهاز الباي 1 ده حاجه جديده في الطب، اسمه الطب التجديدي. هو بيعالج الخليه، مش يعني الاول كنا بنعالج الستريتش مارك عن طريق انه احنا دامج تو ريبير، يعني بنعور بنصلح الخليه الاول علشان يبتدي الجلد يعمل علاج لنفسه او هيلينج بروسيس تبتدي تشتغل. لا احنا دلوقتي بنوصل للخليه البلاد سبلاي، مش بنتعبها الاول علشان تبتدي تتعالج، وده بيخلينا مفيش داون تايم ولا اي حاجه، مفيش اي سايد افكتس. هو احنا بنوصل الدم بصوره طبيعيه وسريعه للخليه دي، فبترجع تبتدي تاخد لونها الطبيعي. حضرتك قصدك العلاج القديم كان ليزرز او ديرما بان او العلاج القديم كان شكشكه، ديرما بان، راديو فريكوينسي، هاي انرجي، هيت. يعني كنا دايما بنعمله زي كاننا بنعور الجلد عشان يبتدي يهيل. وكانت نتائجه مش احسن ما هو حاجة. كان بس احنا بنعالج الجلد اللي حواليها، فيبتدي يعمل كاموفلاج كده انه يغطي عليها. لكن احنا دلوقتي بنعالج الخط نفسه، الستريتش مارك نفسها. الجهاز بيعمل ايه بالظبط يا دكتور؟ الجهاز بيعمل ايه؟ هو بيشتغل بطريقه الطب التجديدي، وده احدث حاجه في طب التجميل، ان هو بيوصل للخليه الدم والبلاد سبلاي والغذاء الاكسجين، يعني فبيخلي الخليه ترجع من اول وجديد. بيخلي الخليه الشبه ميته دي تبقى حيه وتبتدي تتغذى. فحتى انا دلوقتي الناس بتيجي تقول لي طب انا لما باخد تان، هي مش الخط الابيض بتاع الستريتش مارك مش بياخد تان. لما بنعمل جلسات الباي 1 بعد الجلسه الرابعه بيبتدوا ياخدوا تان، الخط طبيعي نفسه بيتلون. فده دليل انه الخليه نفسها رجعت هيلثي تاني يعني. بس حضرتك قلتي بعد الجلسه الرابعه، ده كلمه مهمه قوي عشان ما فيش ناس تروح تعمل جلسه وتقول هو كورس، مفيش حاجه من جلسه واحده. يعني احنا بنبتدي من جلسه، في ناس بتشوف نتيجه واضحه جدا، يعني انا في ناس صور من تاني جلسه فارقه، بس احنا لازم نكمل الكورس بيبقى تقريبا 10 سيشنز، بس احنا بنشوف نتيجه فعلا واضحه من تاني لرابع سيشن، بيبقى فيه فرق واضح جدا. طيب والجهاز ده امان؟ يعني مفيش اي مضاعفات، مفيش اي سايد افكت خالص؟ هي اساسا بتخلص السيشن يعني محمره شويه، بس عادي ممكن تروح تاني يوم تاخد تان، تتعرض للشمس عادي جدا، مفيش اي داون تايم، مفيش اي سايد افكتس. طب والوجع؟ مش بينفل خالص. هو بس هو بيبقى فيه زي فاكيوم كده، هي بتحس بس فاكيوم بسيط، بس هو مش مؤلم، وجع خالص، غير الحاجات اللي كنا بنستخدمها الاول كانت بينفل قوي طبعا.